فبدل ما تكوني شخص عنيد متمسك بآرائه سواء صح أو غلط، خليكي الشخص الداعم. الوقت اللي تتحط فيه مع الراجل بتاعك في خلاف والمناقشة بقت بين مين صح ومين غلط وما قدرتوش توصلوا لقرار يحل المشكلة اللي بينكم دي، فكلام الراجل لازم يمشي. وهقولك ليه دلوقتي. كلنا عارفين ان معظم الأحيان آراء الراجل هي اللي بتبقى الأفضل، بس مش دي النقطة المهمة ان هو مثلا قراراته صح أو آراءه أفضل منك، لا، انت بتحمي نفسك. القرار الغلط اللي بيطلع من الراجل بيلوم نفسه عليه، والموضوع بيسبب له ازعاج في حياته لحد ما يحل المشكله اللي عملها. لكن لو انت اللي واخده القرار ده، فمش هيكون في ثقه في اي قرار تاني ممكن تاخديه. فانت بتحمي نفسك من المشكله اللي ممكن تحصل لك لو الراجل اللي معاك اعتمد على رايك وطلعت مش صح في الاخر. ومن اهم الخطوط الحمراء في الموضوع ده بالذات ان الست تعاند في رايها، وانها تتمسك برايها حتى لو غلط، في سبيل انها مش عايزه تخسر النقاش او انها مش قادره تتخلى عن عندها. العند في الوقت ده هيخسرك الراجل اللي معاك، وهيوصل الموضوع بينكم لمشكله كبيره جدا هتنتهي باني انا الراجل واسمعي كلامي. فبدل ما تكوني شخص عنيد متمسك بآرائه سواء صح او غلط، خليكي الشخص الداعم، الشخص اللي بيقدم النصيحه. خليكي الشخص اللي بيقول الآراء وبيسيب الراجل اللي معاه هو اللي ينفذها. وهنا تبقي كسبتي الطرفين، سبتي الراجل هو اللي ينفذ كلمته وانت مجرد حد بيقول رأيه. وقتها مش هتتحطوا في مشاكل كتير. اشوفكم الفيديو الجاي.